الملالي المليونيرات هو عنوان تصدر مجلة فوربس، وفي التفاصيل تكشف المجلة حقيقة الشهوة للقوة والمال التي كشف عنها رجال الدين بعد بلوغهم السلطة في إيران، رغم رفع شعار الزهد ومحاولة ترسيخ صورة الحياة البسيطة. هذه الطبقة لا تنتمي إلى الفقراء أو العاطلين عن العمل، بل إنها تمتلك ثروة تتخطى مليارات الدولارات. هذه المليارات يجنيها الملالي من احتكار المؤسسات الخيرية وإدارة المزارات الدينية والمرافق الحكومية، واحتكارهم الاقتصاد الإيراني بالكامل، من البنوك إلى الفنادق والشركات، وصولا إلى محلات البقالة والصيدليات. وخارج الحدود هناك الاستثمارات الكبرى، كلها تقع تحت قبضتهم. بعض هؤلاء يلبس العباءة الدينية، مثلا رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزيدي المقرب من المرشد الأعلى، يدير مؤسسة الإمام التعليمية العملاقة ذات الأفرع المتعددة. وهناك ملالي ليسوا بمراجع، مثلا الملقب بإمبراطور مدينة مشهد، حيث يتولى إدارة حرم الإمام الرضا. الملالي الشباب يوضعون في سكة الثراء عبر التحاقهم بمركز خدمات الحوزة العلمية في قم. هذا المركز يهيئ للطلاب الملتحقين به خدمات السكن والقروض والصحة وتسهيلات للزواج. أما المرشد الأعلى علي خامنئي فيتربع على عرش الملالي الأثرياء دون منازع، يستحوذ على إمبراطورية مالية تقدر ب95 مليار دولار وفق رويترز، وهي ثروة تفوق 30 مرة تلك التي كان يملكها الشاه محمد رضا بهلوي، ولأجل محاربة الفقر أسقط حكمه. رولا الخطيب، العربية.